عواد باع أرضه شوفوا طوله وعرضه. الحكاية دي والجملة دي شوفوا عايشة معانا بقالها كام سنة، كتير قوي. بس يا ترى عواد باع أرضه ليه؟ قالوا لنا علشان الغازية الله يسامحها ضحكت عليه لحد ما بيعته أرض ورا التانية. قام عيال البلد وأهلها زفوه وما سطروش عليه وغنوا له عواد باع أرضه يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. والسؤال اشمعنى عواد اللي اتفضح الفضيحة دي كلها على مر التاريخ؟ ما من بعده في محمد وحسين وحسنين والحاج عبد التواب، كل دول باعوا أراضيهم، ناس كتير ما يتعدوش، اللي كانوا بيزرعوا فيها قطن شوية وقمح شوية. يا ترى باعوها ليه؟ ما اعتقدش بيقلدوا عواد ولا الغوازي ضحكت عليهم. معقولة هيجي اليوم علينا ويبقى الفلاح المصري الأصيل صورة في كتاب تاريخ ومكتوب تحتها صورة للفلاح المصري القديم؟ على العموم نطلع من ده كله ان ما نجيبش سيرة عواد ابدا، ولا لينا دعوة بطوله ولا بعرضه. المصري اول فلاح عرف الزراعة على وجه الارض، لكنه اخر فلاح في العالم تملك ارض، لانها على مر التاريخ وهي ملك للحاكم ابتداء من قدماء المصريين لحد منتصف القرن العشرين لما عبد الناصر وزع الاراضي على الفلاحين. تخلل التاريخ ده كله سنين قهر وظلم للفلاح، وشاهد التاريخ ان اكتر مراحل الظلم والاهانه للفلاح كانت في عصر محمد علي. كان عدد الفلاحين ساعتها بيمثلوا اكتر من 90% من سكان مصر، كانوا بيتعاملوا معامله العبيد لدرجه ان هم سموا محمد علي ظالم باشا. لحد سنه 1862 في يناير كانت انتفاضه تاريخيه للفلاح المصري، تمرد الاف الفلاحين ضد السخره، وكانت نتيجتها ان فعلا اتصرف لهم اجور، لكن كانت ضئيله جدا، ومع ذلك اعتبرها الفلاح ردا لكرامته. وفي اواخر القرن ال19 وفي القرن ال20 كان في محاولات كتير لرد اعتبار وحقوق الفلاحين. الثوره العرابيه اطلق عليها احمد عرابي حركه الفلاحين، وكانت اهم مطالبها ان هم يقضوا على السخره والقضاء على احتكار كبار الملاك لمياه نهر النيل. والحزب الوطني في قيادة محمد فريد لحسن تفهموا غلط ولا حاجة اهتموا واتبنوا الفلاح المصري، عملوا له جمعيات تعاونية ومدارس أهلية. وحزب الوفد سنة 35 دعا لاستصلاح الأراضي وتقسيمها وتوزيعها على الفلاحين. وفترة حكمه البسيطة عمل شوية إنجازات كانت من أهمها أن هو اهتم بالائتمان الزراعي ومنع تملك الأجانب للأراضي. الحزب الاشتراكي كان رافع شعاره سنة 50 و51 الأرض لمن يفلحها، يعني الفلاح كان في مآسي وكانت في محاولات مستميتة لإنقاذه. لكن اتفرجوا بقى على ما كانت مصر الزراعية وقتها كانت عاملة ازاي. كانت مصر محققة اكتفائها الذاتي في جميع محاصيلها الزراعية، كنا بننتج نص إنتاج العالم من القطن الممتاز. كانت مصر الأول مرة يبقى عندها فائض في الموازنة العامة، الكلام ده كان قبل الثورة. انجلترا كانت مديونة لمصر بسبب القطن اللي كانت بتستورده مننا. لكن ما بقاش في سخرة وما بقاش في ذل ولا عبيد، وما بقيناش حتى نملك ان احنا نعمل طبق كشري عين وصابتنا.